اول سبب بيخليك فاقد الثقة سواء في علاقاتك او في نفسك او في حياتك كلها هو مقارنة غير عادلة من الاول. انت بتقارن كواليس فيلم حياتك بمشاكلك، بخوفك، بكسلك الصبح وانت مش عايز تقوم من السرير وقرفان من الحياة واللي فيها، بافلام الناس التانية اللي انت ما شفتش كواليسها ولا مراحل انتاجها. انت بتشوف النجاح النهائي لغيرك وبتقول انا ليه مش كده، بتشوف علاقات غيرك وتقول انا ليه مش كده. المنطق هنا بيقول انت بتقارن النسخة الخام والواقعية منك اللي محدش يعرفها ولا شايفها غيرك بالنسخة المتفلترة والمتمنتجة اللي بتظهر عليك الناس، وده اللي بيخليك تحس انك ناقص واكيد في حد احسن منك، واختيار الناس ليك مش منطقي. ومع الوقت الاحساس ده بيهد ثقتك في اي حاجة بتعملها. تاني سبب هو انك مستني انك تبقى بيرفكت عشان تبدأ تثق في نفسك. عقلك بيقولك لما تبقى عارف كل حاجة، ولما شكلك يبقى مثالي وجسمك يبقى مثالي، ولما تضمن النجاح 100% ويبقى معاك فلوس وباور، ساعتها بس تقدر ترفع راسك، تقدر تتكلم من غير خوف. بس الحقيقة المنطقية الثقة مش شرط عشان تاخد الخطوة، الثقة هي نتيجة للخطوة. انت اللي محتاج تبدأ وانت مهزوز وتغلط وتصلح، ومع كل غلطة بتصلحها ثقتك بتزيد درجة. اللي مستني يبقى كامل عشان يثق في نفسه هيفضل في مكانه طول عمره. المصيبة الثالثة بقى مش مجرد سبب، لا هي مصيبة ولازم تطلع منها بأقصى سرعة، وهي انك عندك محامي جوه دماغك. المحامي ده بيقبض منك كده بس بيترافع لحساب عدوه واللي هو الخوف. المحامي ده شاطر جدا جدا بس هو ضدك مش في صفك، وبيجمع كل غلطة عملتها من ساعة لما اتولدت لحد النهارده ويحطها قدام عينك كل ما تيجي تاخد خطوة جديدة. لكن لما بتنجح في حاجة بيقول لك جت معاك كفتة، حظ بقى. انت بتجمع أدلة ضد نفسك وبتتجاهل أي دليل في صفك. صدقني لو عملت صاحبك بنفس الأسوأ اللي بتعامل بيها نفسك كان زمانه سابك من زمان وطفش.